اليوم بالسفر لمثله. المنطق يمكن المحمودي احترم بشكل كبير، وبالتالي دون مفاجآت بالنسبة لهذه المباراة، وبالنسبة للفرق القسم الأول أمام يعني منافستها من القسم الثاني. ولو ان فريق اتحاد طنجة قدم مستوى نعم. جدا جدا محترم، كان بامكانه انه يسجل ويكون سباق لتسجيل ويباغت فريق نهضة بركان، لان اتيحت له مجموعه من الفرص، لان بعد التعادل في طنجة فما بقى ما عنده ما يخسر فريق اتحاد طنجة، لذلك فهو قدم مستوى كبير. دائما كنعرفوا على ان كاس العرش دائما كتقدم لك مفاجات من العيار الثقيل، فكما قال مصطفى فريق الوداد في الضربه تعادل مع الرجاء ديال الجديده، ولكن هنا كنشوفوا شخصيه المدرب عندما خداو المباراه بزمام، خداو بزمام الامور، عرفوا على انهم خصهم يفوزوا، فازوا بحصه ثقيله. لذلك ففريق نهضة بركان فما ما فاش بطريقه زعما كبيره، ولكن شفنا على انه بتعادل نعم. يعني 1-1 في طنجة والصفر مثله في نهضة بركان، اكيد ان حتى طالب فاكيد انه التأهل لم يكن سهل.